الدبان هنا، واحد الدبان اللي كبير وباينه فيه شي طفره ماشي عاديه، حيت كضربو ما كيبغيش يمشي، كتصوت عليه ما كيبغيش يمشي. أكثر من 72 ساعة داخل تشيرنوبل، أخطر منطقة في العالم. بغيت نخرج بحالي حيت عييت ديال بصح، ولكن باقي ليا بلاصة وحدة خصني نشوفها ونوريها لكم. اوكي سكواد، جينا لواحد القريه اللي قريبه لبريبيات كما كتشوفوا. ميتين وثمانية وتسعين اخوان، 298 في الريد فورست مازال. السلام عليكم. ايمن الهاشمي المعروف بايمن سيمباي، كلشي كيعرف هذا الولد. يوتيوبر مشهور من الايام ديال الترند تحدي الاماكن المهجوره قبل 7 سنوات. سيمباي بدا هذا المحتوى غير بالضحك، وكان كيصور المقاطع ديالو في المباني المهجوره، وكيدعي انه قابل للجن، والهدف هو زياده المشاهدات ديال القناه. هادشي اللي غيخلي ايمن يبدل المحتوى، لان المتابعين ديالو مهتمين بعالم الجن والسحر والارواح. قرر انه يتعمق مزيان في هذا العالم، كان كيقرا جميع الكتب ديال السحر والجن. من بين الكتب اللي كيقراهم شمس المعارف الكبرى لمؤلفها الجزائري احمد بن علي بن يوسف البوني. بعد مده قرر ايمن سيمباي يتجه للفلوغين، ويقوم بزيارة العديد من الدول الاسيويه وتصوير فيديوهات على طريقه افلام وثائقيه. كدوز ايام كيتفاجئ المتابعين ديالو بانه قام بحذف جميع الفيديوهات من القناه ديالو. هنا كتطرح اكثر من سؤال: اش وقع لايمن سيمباي؟ مؤخرا انتشر فيديو صادم لايمن سيمباي وهو في حاله يرثى لها بمدينه القنيطره، في حاله اضطراب نفسيه. الفيديو اللي هز جميع قلوب المغاربه. شنو هو السبب اللي خلى ايمن سيمباي تغير هكا؟ هل هو مس من الجن؟ دعواتنا بالشفاء العاجل لأيمن سيمباي، وإن شاء الله يرجع لحالته الطبيعية.